الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أيها الأحبة متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، محبي وعاشقي الكرة الخليجية، حياكم الله وأهلا وسهلا، مرحبا بكم. طابت أوقاتكم على المحبة. نلتقي هنا من قلب الدوحة من استاد أحمد بن علي المونديالي، حيث تتنفس الأرض كرة وتحتضن السماء طموح الأشقاء. نحن اليوم على موعد مع سهرة خليجية خالصة ومواجهة تجمع بين عراقة الرهيب الرياني وطموح العنيد النهضاوي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال الخليج للأندية. الريان القطري صاحب الأرض والجمهور يدخل هذا اللقاء وعينه على الصدارة المطلقة، متسلحا بنجومه وتاريخه وباحثا عن تأكيد تفوقه القاري والخليجي. أما الضيف النهضة العماني يأتي وهو طبعا منتشيا بلقبه الأخير في بطولة جلالة السلطان قبل أيام قليلة، ليثبت للجميع أنه لا يخشى الكبار وأنه جاء ليحسم التأهل للدور القادم أمام المتأهل رسميا الأحمر الرياني في هذه المباراة. التي هنا المقامة على ملعب نادي الريان، ملعب واستاد أحمد بن علي الذي يستضيف هذه المباراة. طبعا طاقم تحكيم عراقي بالكامل هو من يقود هذه المباراة بقيادة طبعا الحكم زيد ثامر وحيدر عبد الحسن مساعد أول، وأيضا أمير داود مساعد ثاني، وعلي حسين حكم رابع، بينما حكام في غرفة الفار أحمد كاظم وكرار عبد الكريم. هكذا هو الطاقم التحكيمي في هذه المباراة، طاقم تحكيم عراقي بالكامل هو من يقود هذه المباراة. طبعا الريان القطري وأيضا نادي النهضة العماني، كلا الفريقين يقودهما يعني مدربين برتغاليين. مدرب نادي الريان القطري المدرب البرتغالي آرتر جورج، بمقابلة المدرب البرتغالي الآخر الذي يقود نادي النهضة العماني أندريه غوميز. نحن بانتظار صافرة البداية لحكم المباراة الدولي العراقي زيد ثامر، هو من يقود هذه المواجهة التي تجمع نادي الريان القطري بمواجهة النهضة العماني. نادي الريان القطري الحاسم الذي حسم تأهله إلى الدور القادم بمواجهة نادي النهضة العماني الذي يحتاج إلى تعادل لكي يحسم التأهل إلى الدور القادم أيضا. حكم المباراة العراقي الدولي زيد ثامر بانتظار صافرة البداية لانطلاقة هذه المباراة. نعم، إذن هذه هي صافرة البداية أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان في الجولة السادسة من دوري أبطال الخليج في النسخة 32 من موسم 2025-2026 في المجموعة الثانية. هنا اللقاء الذي يجمع نادي الريان القطري بمواجهة نادي النهضة العماني في هذه المباراة المرتقبة في مواجهة خليجية خالصة هنا في هذه البطولة. نادي الريان القطري بالزي الأحمر على يسار الشاشة، بينما نادي النهضة العماني بالزي الأبيض على يمين الشاشة. بينما هنا هجوم يأتي للنادي العماني، ولكن هنا التغطية الدفاعية حاضرة من نادي الريان والإبعاد. الكرة لا زالت من هناك، بينما هجوم يأتي لمصلحة نادي الريان. من هناك محاولة للمرور والوصول من محمد عبد الفتاح، ولكن كرة عادت للخلف. مصلحة نادي الريان القطري الذي يدخل هذه المباراة سامي بلدي، بينما دافيد غارسيا وجاسم جابر، روجر جيديس وجابرييل بيريرا، أحمد البخيت، محمد عبد الفتاح، رودريغو مورينيو وعميد محمد، أحمد علاء الدين وتياغو رافائيل. هكذا هي تشكيلة نادي الريان القطري في هذه المباراة بقيادة المدرب البرتغالي آرتر جورج. على الجانب الآخر المدرب البرتغالي في نادي النهضة العماني أندريه غوميز الذي يدخل حراسة المرمى فايز الرشيدي، وثاني الرشيدي حمد الحبسي، علي الهنائي وبيرجيان، عبد العزيز الشموسي وكيمبا مالولا، وكذلك أيضا محمد الحبسي وغانم الحبشي وأحمد الكعبي، وأيضا العراقي أحمد أو أمير علاء كاظم الكناني. أمير علاء في
في هجوم نادي النهضة العماني اللاعب العراقي الذي في هذه المباراة مع نادي النهضة العماني، واحد من الأسماء الشبابية المميزة بتشكيلة نادي النهضة العماني، وبالتأكيد نتمنى له كل التوفيق في مستقبله في الكرة العراقية إن شاء الله. كرة لمصلحة نادي الريان على جهة اليسار، استلام محاولة للمرور، جابرييل بيريرا يحاول المرور، كرة لمصلحة نادي الريان داخل منطقة الجزاء، هذا بيريرا ولكن الاستخلاص ممتاز من علي الهنائي يبعد الخطر، بينما الكرة عادت لمصلحة نادي النهضة العماني، محاولة لصناعة فرصة من الخلف ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت من أحمد الكعبي. الكرة عادت من جديد من جاسم جابر، حاول المرور، الصافرة موجودة من الدول العراقي زيد ثامر، خطأ لمصلحة نادي الريان بهذه اللحظات. هسه نشاهد هدف مبكر يأتي مع بداية اللقاء لمصلحة الأحمر الرياني، يدخل هذه المباراة وعينه على تحقيق النقاط الثلاث ومواصلة صدارة المجموعة. أمام هذا حارس مرمى نادي النهضة العماني الحارس الخبرة فايز الرشيدي الذي سبق وان كان حارس مرمى نادي صحار، بينما خطأ يأتي لمصلحة نادي الريان. الكرة لعبت عالية وخطيرة ولكن فايز الرشيدي والإبعاد. الكرة من جديد عادت هنا الهجوم المرتدى السريع المعاكس لمصلحة نادي النهضة العماني، محمد الحبسي عند الكرة الآن يحاول المرور من أمام الدفاعات الريانية ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. تماس من زيد ثامر وأيضا المدرب البرتغالي أرتر جورج. هذه الكرة الماضية اللي كانت لعلي الهنائي أمام تياغو رافائيل البرتغالي في تشكيلة نادي الريان القطري. طبعا لقاء الذهاب كان هناك في عمان انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، سجل في تلك المباراة لنادي الريان رودريغو مورينيو، بينما سجل لنادي النهضة بيريجان موجود أيضا بتشكيلة نادي النهضة العماني وكذلك رودريغو مورينيو. كرة لمصلحة نادي النهضة على جهة اليسار، استلام محاولة للمرور أحمد الكعبي، عاد الكرة للخلف محمد الحبسي، كرة من جديد علي الهنائي، يعود الكرة بالخلف، محاولة للعودة والوصول لمرمى نادي الريان. نادي النهضة العماني لم يحسم تأهله إلى الدور القادم وبالتالي يلعب هذه المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية. التعادل يكفي نادي النهضة العماني للوصول إلى الدور القادم. وأيضا هناك مباراة تجمع نادي الشباب مع نادي تضامن حضرموت اليمني، الشباب وتضامن أيضا ينافسون للتأهل. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، لا زالت الكرة لمصلحة نادي النهضة العماني، يستحوذ على الكرة، ينقل الكرات يمين ويسار. حاول نادي النهضة العماني كسب المزيد من الوقت، الاستحواذ، الحد من خطورة نادي الريان القطري في هذه المباراة. كرة لمصلحة نادي النهضة العماني على جهة اليسار، حاول صناعة فرصة جديدة من أحمد الكعبي، كرة قطعت، عادت من جديد لمصلحة نادي الريان ولكن كرة مرت وصلت عند فايز الرشيدي. فايز الرشيدي حارس مرمى نادي النهضة العماني الذي سبق وان كان حارس مرمى لنادي المنام البحريني ايضا. كرة لعبت للامام، مرت على حمد الحبسي اللي عنده هدف طبعا مع نادي النهضة في هذه البطولة. حمد الحبسي، كرة من جديد عن طريق جابرييل بيريرا، يلعب الكرة من هناك على جهة اليسار، استلام دافيد غارسيا، كرة عادت عن طريق تياغو رافائيل، تياغو من هناك على جهة اليسار، استلام من أحمد البخيت. جماهير الريان حاضرة لا زالت تشجع توازر نادي الريان في هذا اللقاء. كرة هجوم يأتي لمصلحة نادي الريان ولكن الإبعاد خطير. روجر جوديس واحد من الأسماء المميزة جدا بتشكيلة نادي الريان، برازيلي. جوديس اللي عنده هدفين
في هذه البطولة. روجر جديس اللي واحد من الأسماء المميزة واللي يقدم مستوى جيد مع نادي الريان في هذه البطولة، وطبعا لديه هدفين. نظرة على هذه المباراة، تحدث عن نادي النهضة في هذه البطولة تعادل في 4 مباريات وتعادل إيجابي، تعادل في 4 مباريات تعادل إيجابي. بالنسبة لنادي النهضة العماني تعادل مع نادي الشباب بهدف لهدف، وكذلك مع الريان، وكذلك مع تضامن حضرموت اليمني، وكذلك مع نادي الشباب السعودي في المباراة الأخيرة كذلك، لكن هو فاز فقط في مباراة واحدة. نادي النهضة العماني فاز فقط على نادي تضامن حضرموت اليمني بهدف نظيف، سجل 5 أهداف ولكن استقبلوا 4 أهداف، وبرصيدهم طبعا 7 نقاط بالمركز الثاني خلف المتصدر نادي الريان. كرة بالراس من جديد، عادت مصلحة جيديس، خطير في التسديدات جيديس. كرة لمصلحة نادي الريان، يا سلام، لمسة ممتازة وخطيرة وفرصة، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا جيديس اللي يقدم مستوى مميز مع نادي الريان، وهو خطير جدا في التسديدات. لاحظنا وشاهدنا تسديداته في المباراة الأولى مع نادي تضامن حضرموت اليمني اللي سجل في تلك المباراة، وبالتالي خطير جدا في التسديدات. كرة مرت للأمام بالراس، مرت إلى خارج أرضية الملعب. جماهير الريان حاضرة توازر والنادي الريان الكبير على مستوى دوري نجوم قطر الرهيب الرياني، وتلك المواسم الجميلة اللي كان في الدوري القطري مع المدرب باولو آتوري وسبيستيان سوريا. كان نادي الريان يقدم مستويات رائعة جدا في الدوري القطري مع حتى الأندية الأخرى، مع الغرافة والعربي والسد، نادي الجيش سابقا. كرة عادت لمصلحة نادي النهضة من ثاني الرشيدي، حاول صناعة فرصة جديدة من الخلف. نقترب على الدقيقة 10، لم نشاهد سوى تسديدة واحدة كانت عن طريق جيديس. هسه نشاهد المزيد في هذه المباراة من كلا الفريقين. بالنسبة للنهضة أيضا هو مطالب في هذه المباراة أن يحقق نتيجة إيجابية، على أقل تقدير أن يخرج متعادلا في هذه المباراة أمام المتصدر الكبير نادي الريان. كرة من هناك من سامي بلدي، حارس مرمى نادي الريان القطري، حارس جزائري سامي بلدي اللي سبق وإن كان حارس مرمى لنادي أم صلال. كرة لمصلحة نادي الريان، لعب الكرة من هناك على جهة اليسار، استحواذ، سيطرة للاعبي نادي الريان. لعب الكرة على جهة اليمين، جابرييل بيريرا البرازيلي، لعب الكرة ممتازة وخطيرة بالراس، مرت إلى خارج أرضية الملعب. ويا جيديس بكرة بالراس، كان ينتظر أحمد علاء الدين ولكن مرت بأمان على مرمى نادي النهضة. كرة من جديد، حمد الحبسي، صافرة خطأ يأتي لمصلحة نادي النهضة. هنا آرتر جورج المدرب البرتغالي صاحب 53 سنة يقود نادي الريان القطري، سبق وان حقق طبعا لقب كوبا ليبرتادوريس مع بوتافوغو. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، تماس لمصلحة نادي النهضة. طبعا كما تحدثنا طاقم تحكيم عراقي بالكامل هو من يقود هذه المباراة.
قيادة الدولي العراقي زيد ثامر هو من يقود هذه المباراة. كرة لمصلحة نادي النهضة من هناك، محاولة للمرور، كرة عادت، هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء، تسديدة باليسار ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت من بيريجيان هذا الكاميروني بيريجيان اللي طبعا لديه هدفين في هذه البطولة لغاية الآن. بيريجيان الكاميروني اللي طبعا العراقيين يعرفونه تماما لأنه هو سبق وأن لعب في الدوري العراقي بالنسبة لبيريجيان بالرقم 10 مع نادي النهضة العماني. كرة لمصلحة نادي النهضة، لمسة، محاولة صناعة فرصة جديدة والوصول بها مع عبد العزيز الشموسي. كرة عادت عند حارس المرمى فايز الرشيدي كابتن نادي النهضة في هذه المباراة، لعب الكرة عن طريق حمد الحبسي ولكن الكرة قطعت، مرت إلى خارج أرضية الملعب من جاسم جابر، مرت من أمام حمد الحبسي واضح في الصورة اللي سبق واللعب لنادي ظفار العماني، بينما هنا البرتغالي أرتور جورج والتوجيهات مستمرة. كرة لمصلحة نادي النهضة، مرت إلى خارج أرضية الملعب، حمد الحبسي اللي طبعا عنده هدف في هذه البطولة. كرة لمصلحة نادي الريان من هناك، عادت عند حارس المرمى سامي بلدي. كرة لمصلحة عميد محمد طبعا دولي فلسطيني مع تشكيلة نادي الريان، من جاسم جابر، قطعت، عادت، حمد الحبسي يحاول المرور ولكنها وصلت عند حارس المرمى الجزائري سامي بلدي. كرة لمصلحة نادي الريان، تياغو رافائيل البرتغالي، لكنها وصلت مباشرة عند حارس المرمى فايز الرشيدي. نادي الريان في هذه البطولة تعادل في 3 مباريات، 3 مباريات تعادل بها نادي الريان، تعادل بهدف لهدف مع نادي النهضة وأيضا مع نادي الشباب، والمرة الثانية تعادل مع الشباب أيضا لكن بهدفين لهدفين، وأيضا فاز في مباراتين بالنسبة لنادي الريان، فاز على نادي تضامن اليمني ب5 أهداف نظيفة في الجولة الأولى، وأيضا فاز في الجولة الأخيرة من هذه البطولة أيضا على تضامن اليمني ب3 نظيفة. يعني انتصارات نادي الريان في هذه البطولة كانت على النادي اليمني، الجولة الأولى 5 أهداف والجولة الأخيرة الخامسة 3 نظيفة. سجل 12 هدف نادي الريان في هذه البطولة لغاية الآن، ومستقبل 4 أهداف، هو متصدر في هذه المجموعة ب9 نقاط بالنسبة لنادي الريان. كرة في وسط الميدان، عادت للخلف، حاولت صناعة فرصة جديدة بالنسبة لنادي النهضة ولكن يجد الضغط الدفاعي المتقدم لنادي الريان. كرة بالراس، استلام في وسط الملعب لمصلحة نادي النهضة، الصافرة موجودة، خطأ يأتي لمصلحة نادي النهضة، لمصلحة محمد الحبسي أيضا لديه هدف في هذه البطولة مع حمد الحبسي، أيضا حمد الحبسي ومحمد الحبسي. التعادل السلبي لا زال قائم وحاضر في الربع الساعة الأولى من هذه المباراة. كرة من هناك عن طريق تياغو رافائيل، لمسة عن طريق جيديس، خطير نادي الريان داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة هدف. كرة لمصلحة النادي الرهيب الرياني، هذه محاولة داخل منطقة الجزاء، محاولة للمرور ولكن التغطية الدفاعية لا زالت موجودة، الرقابة الدفاعية موجودة ولكن الكرة لا زالت بحوزة لاعبي نادي الريان. فرصة عن طريق جابرييل، هذه الفرصة الأولى لنادي الريان ولكنها مرت
مرت إلى خارج أرضية الملعب بفرصة أولى كانت للأحمر الرياني الرهيب، الله على تياغو رافائيل البرتغالي بمهارة عالية، مر بشكل ممتاز، وأيضا البرازيلي الآخر جابرييل بيريرا، وهذه الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب روجر جوديس، كرة بالراس، عادت من جديد الفرصة الأولى لنادي الريان. بالمقابل لم نشاهد أي فرصة خطيرة لنادي النهضة. كرة عن طريق بيري جان، كرة من هناك لنادي النهضة. هسه نشاهد هدف يأتي في هذا الشوط، لكن نادي النهضة يلعب على خيار التعادل، سيجعله في الدور القادم أمام بالنسبة لنادي الريان هو متصدر في هذه المجموعة، والأمور طيبة بالنسبة لنادي الريان في هذه البطولة. حكم المباراة الدولي العراقي زيد ثامر. بالنسبة لزيد ثامر دولي منذ عام 2016، وأيضا حكم نخبة آسيا في 2017. بالنسبة لزيد ثامر الذي يقود هذه المباراة. هذه فرصة محاولة وخطيرة لمصلحة نادي النهضة، هذه فرصة جول. أوه على فرصة ضاعت لمصلحة نادي النهضة العماني عن طريق حمد الحبسي، ولكن مرت الكرة الماضية بينما زيد ثامر وأيضا الحوار مع المتواجدين في غرفة الفار. هل الكرة الماضية فيها حالة تسلل؟ هل فيها ركلة جزاء؟ نشاهد ونتابع. في الكرة الماضية حمد الحبسي بكرة ممتازة بينية مرت من بين المدافعين، وهذه الكرة الماضية هل فيها مسك على حمد الحبسي؟ حالة طبيعية جدا في الكرة الماضية. كرة عادت لمصلحة نادي الريان من هناك على جهة اليسار، مرور وكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، فرصة على فرصة الآن في محاولة أخرى لمصلحة نادي الريان، كاد أن يسجل هدف التقدم، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب في فرصة، في محاولة هي ربما الرد على فرصة نادي النهضة في الكرة الماضية. لاحظ هذه الكرة ممتازة، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، كانت عن طريق أحمد علاء الدين بعرضية، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب من أمام لاعب نادي الريان في الكرة الماضية. مرت إلى خارج أرضية الملعب من أحمد البخيت، كرة لمصلحة نادي الرهيب الرياني من هناك على جهة اليسار، يحاول المرور، لعب كرة عرضية بالراس، الله الله الله، جول أول يأتي لمصلحة الرهيب الرياني. أحمد علاء الدين يقص شريط الأهداف في هذه اللحظات ويسجل أولى الأهداف لمصلحة نادي الريان. سجل الرهيب الرياني، انتظر حتى الدقيقة 20 لكي يسجل أحمد علاء الدين بكرة عرضية وبالراس بإتقان ممتاز ليسجل الرهيب الرياني الهدف الأول في هذه المباراة. الله على المرور، الله على كرة عرضية وكرة بالراس، الله مرت على فايز الرشيدي بالراس بإتقان ممتاز، وخروج خاطئ لحارس المرمى لكي يسجل الآن فايز الرشيدي أو اللاعب أحمد علاء الدين. مرت على فايز الرشيدي، هدف يأتي لمصلحة نادي الريان بهدف الآن، هدف التقدم يأتي لمصلحة نادي الريان. الريان المتصدر أمام نادي النهضة اللي هو يحتاج تعادل، الآن هو متأخر بهدف. هدف يأتي لمصلحة نادي الريان سيجعل نادي النهضة يندفع إلى الأمام ويبحث ويفتش عن عودة لنتيجة التعادل. نشاهد ونتابع
في قادم الدقائق. هذه فرصة لمصلحة نادي الريان. من هناك استلام، محاولة للمرور، جيديس، يا سلام، كرة وتهيئة بالراس، كرة عن طريق تياغو رافائيل، تياغو يحاول المرور، تياغو يا سلام، مر بالمهارة، ولكن الكرة مرت في الأخير إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لمصلحة نادي النهضة العماني. كرة من هناك على جهة اليمين، مرت إلى خارج أرضية الملعب. تماس، توجيهات مستمرة للبرتغالي الآخر أندريه غوميز. كرة لمصلحة نادي الريان، لمسة مرت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس لمصلحة نادي النهضة. لقاء الذهاب في عمان انتهى بهدف. هل ينتهي هذا اللقاء أيضا بالتعادل أم لنادي الريان كلمة وانتصار ممكن يكون ثالث لنادي الريان في هذه البطولة في دور المجموعات، بعد أن انتصر على نادي تضامن اليمني في مباراة الذهاب والإياب. كرة من هناك مرت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، آرتور جورج المدرب البرتغالي اللي حقق الدوري البرازيلي في الدرجة الأولى مع نادي بوتافوغو. كرة عادت لمصلحة نادي النهضة. من هناك عن طريق ثاني الرشيدي، كرة عن طريق لاعبي نادي النهضة العماني. حاول صناعة فرصة ولكن كرة بدون تركيز، بدون عنوان، مرت على كيمبامبا مالولا المحترف الكونغولي بتشكيلة نادي النهضة العماني. رمية تماس، كابرييل بيريرا البرازيلي. كرة لمصلحة عميد محمد لسامي بلدي. من هناك على جهة اليسار، كرة للأمام، بالراس، صافرة موجودة، مخالفة، خطأ يأتي لمصلحة نادي الريان والبطاقة الصفراء الأولى في هذه المباراة على عبد العزيز الشموسي. يتلقى البطاقة الصفراء الآن بهذه اللحظات وهي الأولى في هذه المباراة. خطأ لمصلحة نادي الريان. شوف هذه الكرة الماضية على محمد عبد الفتاح، ومخالفة لمصلحة نادي الرهيب الرياني. كلا الفريقين يعني لم يخسروا في هذه البطولة لغاية الآن، لا بالنسبة للريان ولا نادي النهضة. نادي النهضة في هذه البطولة الذي تعادل في 3 مباريات أو 4 مباريات وفاز في مباراة، بينما نادي الريان تعادل في 3 وفاز في مباراتين، وبالتالي كلا الفريقين لم يخسروا في هذه البطولة لغاية الآن. كرة لمصلحة نادي النهضة، هذه فرصة، كرة لعبت للأمام من أمير علاء ولكنها مرت عادت لمصلحة جابرييل بيريرا. تمريرات للاعبي نادي الريان، متقدم بهدف، متصدر للمجموعة، أمور ممتازة بالنسبة لنادي الريان. مع هذا الفوز سيصل النقطة 12 بصدارة هذه المجموعة. كرة لمصلحة نادي الريان داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة وفرصة الهدف الثاني، ولكن التغطية الدفاعية حاضرة للاعبي نادي النهضة. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب.
رمية جانبية لمصلحة جابرييل بيريرا، حاول للمرور عن طريق تياغو ولكن عادت باستخلاص ممتاز من أمير علاء بتحضير ممتاز. كرة لمصلحة نادي النهضة على جهة يسار حمد الحبسي، عند الكرة الآن ينتظر مساندة، يتقدم للأمام. كرة لمصلحة أحمد الكعبي، عادت عن طريق كيمبامبا مالولا، من هناك عادت عند حارس المرمى فايز الرشيدي كابتن نادي النهضة في هذه المباراة. تحضير عملية إعداد هجمة للأمام، ولكن صافرة ومخالفة وخطأ لمصلحة بيري جيان المحترف الكاميروني الذي سبق وأن لعب في الدوري العراقي مع نادي القاسم ونادي القوة الجوية. كرة لمصلحة أمير علاء، من هناك صافرة ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة نادي النهضة بهذه اللحظات الدولي العراقي زيد ثامر. شوف هذه الكرة الماضية والتدخل على أمير علاء، لاعب عراقي مع نادي النهضة العماني، أمير علاء كاظم اللي طبعا لديه 9 أهداف في الدوري العماني بالنسبة لأمير علاء. هنا بيري جيان الكاميروني سدد كرة قوية باليسار، ولكن التصدي حاضر من حارس المرمى، والكرة الماضية إلى ركنية لمصلحة نادي النهضة بهذه اللحظات بتسديدة ممتازة عن طريق الكاميروني. بيري جيان سدد كرة قوية جدا باليسار، ولكن التصدي حاضر من سامي بلدي، بينما هناك ركنية علي الهنائي على تنفيذ هذه الركلة الركنية لمصلحة نادي النهضة العماني. هل سيعود في النصف الساعة الأولى؟ ولكن الإبعاد، الكرة لا زالت من هناك بالرأس، عادت علي الهنائي، يعود الكرة بالخلف عن طريق أحمد الكعبي، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا البرتغالي أندريه غوميز. ونظرة على هذه المباراة، فريق متأخر بهدف. طبعا نادي النهضة العماني كان يقوده طبعا المدرب التونسي نصف البياوي، ولكن جاء البرتغالي أندريه غوميز خلفا للتونسي نصف البياوي. كرة لمصلحة نادي الريان، كرة للأمام، هذه خطيرة عن طريق تياغو، ولكن التغطية الدفاعية حاضرة. كرة لا زالت في وسط الملعب من عميد محمد فلسطيني في تشكيلة طبعا نادي الريان. محاولة للمرور عن طريق جابرييل، ولكن التغطية حاضرة من حمد الحبسي. كرة للأمام من جديد، الصافرة موجودة، خطأ يأتي بهذه اللحظات لمصلحة نادي النهضة. نصف ساعة مرت يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتقدم رياني، التقدم لمصلحة الرهيب بهدف نظيف سجل عن طريق أحمد علاء الدين. كرة أمامية، عادت من جديد لمصلحة نادي الريان. بيريرا البرازيلي اللي سبق واللعب لنادي نيويورك سيتي الأمريكي بالنسبة لبيريرا. شوف هذه الكرة الماضية، بيريرا وحمد الحبسي. طبعا
بالنسبة للأندية العمانية وتاريخها في هذه البطولة. يعني سبق وأن فاز نادي فنجة العماني بلقب هذه البطولة عام 89. الأندية العمانية سبقت الأندية القطرية بالتتويج بلقب هذه البطولة، سنتحدث عنها في هذه الفرصة. على فرصة الهدف الثاني، ولكن فايز الرشيدي هذه المرة كان يقظا في الكرة الماضية بفرصة عن طريق لاعب نادي الريان في الكرة الماضية جيديس، ولكن فايز الرشيدي والتركيز عالي أمام جيديس البرازيلي، والكرة مرت من هناك إلى ركنية لمصلحة نادي الريان. يبحث بهذه اللحظات أن يسجل الهدف الثاني بكرة ممتازة كانت خطيرة، وجيديس كان من خلف المدافعين. نشاهد ونتابع بهذه اللحظات الآن لمصلحة نادي الريان، لمصلحة الأحمر الرهيب، بكرة عالية على مستوى القائم الثاني وبالراس. الكرة لا زالت، ولكن الإبعاد موجود، بينما البرازيلي جيديس عند الكرة يحاول المرور بالمهارة. سدد كرة لا زالت داخل منطقة الجزاء، ولكن يجد الرقابة الدفاعية حاضرة من لاعبي نادي النهضة. الكرة من هناك على جهة اليسار عادت للخلف من جديد. الريان الرهيب وجماهير الرهيب. دائما ما نسمع جماهير نادي الريان وهي تغني بالأهازيج والإنشودات: يا رهيب العب ترى لعبك رهيب. هذه الأغنية الريانية المعروفة كما يحلو طبعا جمهور الرياني. كرة أمامية، الصافرة موجودة، خطأ يأتي بهذه اللحظات لمصلحة أمير علاء، لمصلحة نادي النهضة. آرتر جورج صاحب 53 سنة اللي سبق وان حقق طبعا كأس الدوري البرتغالي مع سبورتينغ براغا في موسم 2023-2024. كرة لمصلحة نادي النهضة، علي الهنائي من هناك يغير الاتجاه اللعب لثاني الرشيدي، والكرة عالية للأمام. محمد الحبسي بالراس والإبعاد. الكرة لا زالت للرهيب، عادت في وسط الميدان، لمسة باليسار حمد الحبسي. يا سلام، هذه كرة خطيرة لمصلحة أمير علاء، ولكن في الأخير وصلت لسامي بلدي، وصلت للجزائري سامي بلدي اللي سبق وان كان قد مثل طبعا نادي أم صلال القطري. كرة لمصلحة نادي الريان، جاسم جابر. كرة لمصلحة الريان من هناك عند الكرة، يعود الكرة بالخلف. تأني وصبر بصناعة الفرصة من الخلف للفلسطيني عميد محمد، دولي فلسطيني شارك في بطولة كأس العرب الأخيرة. كرة من هناك على جهة اليسار لمصلحة نادي الريان، تحضير ممتاز. كرة لا زالت محمد عبد الفتاح عند الكرة. جيديس خطيرة للرهيب للريان داخل منطقة الجزاء، ولكن الحضور الدفاعي موجود. الكرة لا زالت للرهيب داخل منطقة الجزاء، هذه مرة ثانية تسديدة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت خارج أرضية الملعب. هذه المباراة هنا في استاد أحمد بن علي المونديالي الذي استضاف بطولة كأس العرب، وأيضا كأس العالم استضاف مباريات مهمة. هذا الملعب الذي يحتضن ل 45 ألف متفرج استضاف مباريات مهمة في كأس العالم. تحدث عن مباراة ويلز مع أمريكا،
إنجلترا مع ويلز، استراليا والأرجنتين. وأيضا استضاف مباريات بطولة آسيا والمباراة التاريخية التي جمعت المنتخب الأردني مع كوريا الجنوبية، والفوز اللي كان لمصلحة النشامة الأردني كان هنا في هذا الملعب، ملعب نادي الريان أحمد بن علي المونديالي. ملعب نادي الريان في هذه البطولة، نادي الريان تحدث عن الموسم الماضي كان المركز الخامس في الدوري القطري، لكن الريان هو قادم من فوز على نادي الخور بهدفين في آخر مباراة لعبوها، كانت في دور 16 في بطولة كأس الأمير دولة قطر. بينما نادي النهضة هو قادم من تتويج في بطولة جلالة السلطان بهدفين على نادي عمان. يعني كلا الفريقين قادمين من انتصارين، أو قادمين يعني من انتصار في الدوري المحلي بالنسبة لنادي الريان، وكذلك الحال بالنسبة لنادي النهضة العماني. هنا ركنية جابرييل بيريرا، الركنية لعبت عالية خطيرة بالراس، ولكن وصلت عند حارس المرمى. كرة بالراس عن طريق الإسباني دافيد غارسيا، ولكن وصلت بإحضان فايز الرشيدي. ركنية لعبت بإتقان ممتاز لدافيد غارسيا، وصلت عند فايز الرشيدي بالسلامة إن شاء الله، للاعب نادي النهضة العماني يشكو من إصابة بهذه اللحظات. الريان اللي طبعا ضمن التأهل، والنهضة بحاجة إلى تعادل. طبعا الريان في المركز الرابع حاليا بدوري نجوم قطر بعد مرور 15 جولة. بالنسبة لنادي الريان عنده 25 نقطة لغاية الآن في دوري نجوم قطر، وطبعا سيواجه نادي الأهلي يوم الأحد القادم بالجولة 16. أما بالنسبة لنادي النهضة العماني هو بالمركز السادس في الدوري العماني ب 22 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة لغاية الآن في الدوري العماني. هذه كرة الهدف بكرة عرضية ممتازة، وأحمد علاء الدين وضحى بإتقان بفن بشباك نادي النهضة. أحمد علاء الدين اللي طبعا سبق وأن مثل طبعا المنتخب الأولمبي القطري، وأيضا مثل المنتخب القطري أيضا في بطولة خليجي 25 التي أقيمت في البصرة. الكرة عادت من جديد، رمية تماس لمصلحة نادي النهضة بهذه اللحظات. كرة بالراس من جديد في وسط الملعب، كرة كانت عن طريق جاسم جابر. مباراة لم تكن فيها فرص كثيرة من كلا الفريقين. جابرييل بيريرا للأمام لمصلحة نادي الريان بهذه اللحظات. روجر جيديس الخطير لنادي الرهيب. الله الله على هذا التصدي يا فايز الرشيدي، بكرة عرضية وكرة بالراس، ولكن التصدي موجود. الله على تصدي ممتاز كان عن طريق مورينيو، كرة بالراس عن طريق هذا مورينيو الإسباني، ولكن التصدي حاضر من فايز الرشيدي، والكرة مرت إلى خارج أرضية ملعب مورينيو اللي سجل 3 أهداف لغاية الآن، كان يبحث عن هدفه الرابع في هذه البطولة. كرة من جديد، هذه خطيرة لمصلحة نادي الريان، ولكنها
مرت إلى خارج أرضية الملعب. أحمد علاء الدين الواضح في الصورة. كرة لمصلحة نادي النهضة بهذه اللحظات. كرة عادت من جديد على جهة اليسار. أحمد الكعبي في وسط الملعب. أمير علاء يعود للخلف، يستلم الكرات. صافرة، مخالفة، خطأ يأتي بهذه اللحظات لعلي الهنائي. كرة لمصلحة نادي النهضة بهذه اللحظات. كرة من هناك وهجوم يأتي من هناك على جهة اليمين. هذه فرصة محاولة ولكن الإبعاد حاضر من دفاعات الرهيب أحمد الكعبي. أحمد الكعبي، الكرة على جهة اليسار، استلام حمد الحبسي. حمد حاول أن يمر بالمهارة، يجد الرقابة الدفاعية موجودة. أحمد الكعبي مع علي الهنائي إلى كيمبامبا مالولا الكونغولي. كرة أمامية، هذه فرصة وخطيرة للنهضة ولكن الإبعاد. كرة عادت لتياغو البرتغالي. كرة لمصلحة نادي الرهيب الرياني. هذه فرصة ومحاولة عن طريق أمير، كاد أن يخطف الكرة الماضية أمير، لاعبنا العراقي أمير علاء كاظم في الكرة الماضية، ولكن وصلت لسامي بلدي. كرة لمصلحة نادي الريان. كرة أمامية على جهة اليسار. تياغو رافائيل. جاسم جابر على جهة اليمين، لعب الكرة أمامية من عميد، وصلت لفايز الرشيدي. كرة على جهة اليسار من جديد. أحمد الكعبي باليسار في وسط الملعب لكيمبامبا مالولا، وهذه فرصة لمصلحة نادي النهضة العماني ولكن التغطية الدفاعية حاضرة. تغطية دفاعية موجودة والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية. البرتغالي آرتر جورج، ركنية على تنفيذها بيريجيان الكاميروني. بينما دقيقتين كوقت بدل ضايع على نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. بيريجيان، الركنية لعبت عالية على المستوى القائم الثاني. الكرة لا زالت هذه محاولة وفرصة الجول ممكن تكون موجودة ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية أخرى لمصلحة نادي النهضة العماني. الآن فرصة لمعادلة النتيجة قبل الذهاب إلى غرف الملابس. ركنية الآن لمصلحة نادي النهضة. حاول اللعب كرة عرضية، هذه فرصة محاولة ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب بفرصة بتسديدة أراد بها مخادعة حارس المرمى، ولكنها مرت بأمان وسلام على مرمى الرهيب إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ هذه الكرة الماضية اللي كانت للكاميروني بيريجيان مرت إلى خارج أرضية الملعب. بيريجيان اللي لديه هدفين في هذه البطولة لغاية الآن. كرة أمامية، رمية تماس لمصلحة نادي الريان. تركيز عالي لكلا المدربين في هذه المباراة، للمدربين البرتغاليين في هذه المباراة. بالنسبة لمدرب نادي الريان
آرتور جورج وكذلك أندريه غوميز. يا سلام، أحمد علاء داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة لمصلحة نادي الريان، تسديدة ولكنها عالية تماما، عالية تماما، بعيدة عن طموحات جماهير الرهيب. ركلة مرمى. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، تأتي صافرة الدولي العراقي زيد ثامر معلنة عن نهاية الشوط الأول بتقدم رياني لنادي الريان أحمد علاء الدين في الدقيقة 21 مقابل لا شيء لنادي النهضة العماني. أيها الأحبة إن شاء الله نلتقي مع بداية الشوط الثاني، استراحة قصيرة ثم لنا عودة.
عودة من جديد أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان لأحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء الذي يجمع نادي الريان القطري بمواجهة نادي النهضة العماني في الجولة السادسة في دوري أبطال الخليج في المجموعة الثانية في النسخة 32 من بطولة دوري أبطال الخليج. طبعا لمن التحق بنا الآن، الشوط الأول انتهى بتقدم نادي الريان عن طريق أحمد علاء الدين في الدقيقة 21. طبعا في الشوط الأول تقدم كاسح لنادي الشباب السعودي، وهو الآن في المركز الثاني إذا بقيت هذه النتيجة بتقدم نادي الريان بهدف. نادي النهضة العماني الآن عليه أن يتعادل لكي يتأهل إلى الدور القادم، بينما نادي الشباب السعودي بهذا التقدم وبهذا الانتصار لغاية الآن على نادي التضامن اليمني يصل إلى المركز الثاني. بينما هجوم يأتي لمصلحة نادي الريان، من هناك فرصة محاولة ولكن وصلت لفايز الرشيدي. كرة من جديد عادت أحمد البخيت لمصلحة نادي الريان بهذه اللحظات. الشوط الثاني، هل يتمكن نادي الريان من تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني من هذا اللقاء؟ لكن أما بالنسبة لنادي النهضة العماني يدخل هذا الشوط وهو بالتأكيد يريد تسجيل هدف التعادل لكي يكون في المركز الثاني. إذا تعادل نادي النهضة سيكون في المركز الثاني بشكل رسمي، ولكن نادي الشباب السعودي لغاية الآن هو في المركز الثاني إذا بقيت هذه النتيجة بتقدم نادي الريان بهدف. ولكن بالتأكيد نتيجة 1-0 نتيجة غير أمينة، بينما هناك بطاقة صفراء ثانية في هذا اللقاء بعد البطاقة الصفراء الأولى التي تلقاها عبد العزيز الشموسي. الآن بطاقة صفراء أعتقد على رودريغو مورينيو أم على جاسم جابر. نعم، ربما رودريغو تلقى البطاقة الصفراء بهذه اللحظات، هي البطاقة الصفراء الثانية في هذه المباراة. رودريغو ماذا عن الشوط الثاني من هذا اللقاء بالنسبة للريان، وكذلك الحال بالنسبة لنادي النهضة؟ بالمناسبة الأندية العمانية يعني سبقت الأندية القطرية بالتتويج بلقب هذه البطولة. تخيل عزيزي المشاهد، نادي فنجة العماني فاز بلقب هذه البطولة في النسخة السابعة في عام 89. بعد ذلك في النسخة الثامنة عام 91 فاز نادي السد القطري. كلا البلدين يعني حققوا لقب هذه البطولة مرة واحدة. الأندية العمانية مرة واحدة عن طريق فنجة العماني عام 89، بينما نادي الأندية القطرية مرة واحدة عن طريق نادي السد في عام 91. كرة أبعدت، عادت من جديد لمصلحة أحمد علاء الدين. هذه كرة أمامية لمصلحة نادي الريان. هذا قيديس عند الكرة يحاول المرور، ممكن أن يسدد، هو تسديداته قوية بالنسبة لقيديس. كرة عادت من جديد لمصلحة نادي النهضة على جهة اليمين، استلام وتقدم. هذه فرصة خطيرة، محمد الحبسي عند الكرة يحاول المرور من أمام دفاعات نادي الريان داخل منطقة الجزاء. فرصة والكرة أبعدت. لا زال نادي الريان ونادي النهضة في هذه المباراة، لا زال الحسم لم ينتهي. نادي النهضة في الشوط الثاني يبحث عن هدف ليعادل النتيجة لكي يبقي على آماله بالتأهل إلى الدور القادم، بينما هذه فرصة لمصلحة نادي الريان، فرصة خطيرة. الله القائم
القائم يتعاطف مع الضيوف، ولكن يبدو هناك حالة تسلل في الكرة الأولى على لاعبي نادي الريان. فرصة الآن على لاعبي نادي النهضة للاندفاع للأمام، ولكن أن لا يترك المناطق الدفاعية. بالتأكيد نادي النهضة ويبحث عن التعادل في هذه المباراة. كرة الآن من جديد محمد الحبسي عند الكرة باليسار يحاول المرور، الكرة لا زالت ممكن التسديد، ولكن الرقابة الله على تغطية دفاعية ممتازة. بينما هنا هجوم يأتي عن طريق أحمد علاء الدين، هذه فرصة ومحاولة خطيرة للأمام، ولكن وصلت للرشيدي للكابتن لقائد نادي النهضة. كرة عادت من جديد لمصلحة نادي النهضة بهذه اللحظات. ماذا عن الشوط الثاني؟ هل يتمكن نادي النهضة من العودة والبقاء في المركز الثاني؟ نادي النهضة القادم من تتويج بلقب بطولة السلطان، هل يحقق ويوصل إلى المركز الثاني؟ هذه فرصة محاولة، ولكن لسامي بلدي. طبعا مباريات اليوم في الجولة السادسة، الريان مع النهضة والشباب مع تضامن، بينما إن شاء الله يوم غد إن شاء الله العين الإماراتي مع القادسية الكويتي، بينما نادي زاخو بمواجهة نادي سترة البحرين. كرة على جهة اليسار أحمد البخيت، هذه فرصة ومحاولة داخل منطقة الجزاء. الله على الريان قادر أن يسجل الهدف الثاني في هذه المباراة، ولكن تصدي ببراعة لفايز الرشيدي، لا زال حاضر يركز، لا يريد أن يفقد الأمل بالتأهل لنادي النهضة. كرة على جهة اليسار، استلام محاولة للمرور، محمد عبد الفتاح عند الكرة لا زالت خطيرة، جاسم جابر عالية وخطيرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة لمصلحة الرهيب، ولكن فريق النهضاوي بينما هناك حالة تسلل بهذه اللحظات على لاعب نادي الريان في الكرة الماضية. بهدف مقابل لا شيء، هل ستتغير النتيجة في قادم الدقائق؟ شوف هذه الكرة الماضية كانت لجاسم جابر، ولكن قيديس كان في موقف تسلل. حديث عن هذه البطولة، بطولة دوري أبطال الخليج لعمرها تقريبا 43 سنة لهذه البطولة. طبعا انطلقت في عام 82، أول لقب كان لمصلحة العربي الكويتي، بينما آخر لقب كان لمصلحة نادي دهوك العراقي، وأيضا نتمنى أن يبقى عراقي إن شاء الله في هذه النسخة مع نادي زاخو. كرة لمصلحة نادي النهضة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة ومحاولة، كرة للأمام، ولكن الإبعاد موجود. الكرة لا زالت من جديد محمد الحبسي لمصلحة نادي النهضة، حاول المرور، محمد الحبسي عند الكرة مر بنجاح، تمريرات لكيم بامبا مالولا محترف الكونغولي، كرة لمصلحة كيم بامبا، عادت لمصلحة نادي النهضة لدفاعات نادي النهضة العماني علي الهنائي، يعيدها للرشيدي، فايز الرشيدي يلعب الكرة أمامية، ولكنها مرت على محمد الحبسي إلى خارج أرضية الملعب. شوف هذه الكرة الماضية والتصدي كان حاضر. حارس مرمى نادي الريان القطري سامي بلدي في سبق وأن مثل نادي أم صلال. سامي بلدي جزائري، حارس مرمى نادي الريان. كرة لمصلحة نادي الريان، رمية تماس
قديس عود الكرة بالخلف على جهة اليمين، تغيير اتجاه اللعب، حاول الوصول للهدف الثاني وحسم المباراة أمام الثقة العالية وأيضا الحافز المعنوي الكبير لنادي النهضة لتحقيق الهدف التعادل في هذه المباراة. هنا آرثر جورج نظرة على هذه المباراة، لا يريد أن يتعادل الفريق، يريد حسم المباراة. الله، هو الحسم بأقدام البرازيلي روجر جوديس، يسجل بهذه اللحظات الهدف الثاني، جول ثاني يأتي بهذه اللحظات لمصلحة نادي الريان. هذه فرصة الآن للشباب السعودي بهدف ثاني يأتي بهذه اللحظات لمصلحة نادي الريان. سجل الرهيب، سجل الأحمر الرياني بهذه اللحظات عن طريق هذا البرازيلي روجر جوديس، وضحى بصعوبة على يسار حارس المرمى فايز الرشيدي ليسجل جيديس الهدف الثالث له في هذه البطولة. هكذا البرازيلي يسجل بأريحية، هدف رائع جدا، هدف على الطريقة البرازيلية، على طريقة السامبا. هكذا هو جيديس يسجل ويضيف ثالث أهدافه في هذه البطولة، بذلك يتساوى مع زميله الآخر الإسباني رودريغو مورينيو اللي أيضا سجل 3 أهداف لنادي الريان في هذه البطولة. كرة لمصلحة نادي النهضة والإبعاد، الكرة مرت خارج أرضية الملعب بعرضية كانت من عبد العزيز الشموسي اللي عنده بطاقة صفراء في الشوط الأول. كرة عادت لجاسم جابر، كرة من جديد عادت في وسط الملعب لمصلحة نادي الريان. هذه فرصة جول، فرصة الهدف الثالث. الكرة لا زالت داخل منطقة الجزاء ولكن في الأخير عند الرشيدي. كرة عن طريق رودريغو الإسباني بشكل ومهارة ممتازة لهذا الإسباني رودريغو اللي سبق وأن مثل بنفيكا ومثل نادي فالنسيا الإسباني. كرة من جديد لمصلحة نادي النهضة، جاسم جابر عند الكرة، هدفين مقابل لا شيء، نتيجة مزعجة لجماهير نادي النهضة. محاولة المرور داخل منطقة الجزاء ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى في هذه اللحظات الدولي العراقي زيد ثامر يتواجد في هذه البطولة للمرة الثانية على التوالي. بالنسبة لزيد ثامر النسخة الماضية مباراتين، الآن دخول بهذه اللحظات حازم أحمد يشترك بصفوف نادي الريان بهذه اللحظات. كرة على جهة اليسار لمصلحة نادي الريان، هذه فرصة لجيديس ولكن التغطية حاضرة من الشموسي. الكرة لا زالت خطيرة، أحمد علاء الدين، الكرة لا زالت على جهة اليسار، محاولة للمرور، محاولة للوصول والإبعاد. الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت خارج أرضية الملعب إلى ركنية لمصلحة نادي الريان بهذه اللحظات. أو رمية تماس لمصلحة نادي الريان لدافيد غارسيا الإسباني. كرة لعبت للأمام، أحمد علاء الدين، دافيد غارسيا عند الكرة، الرقابة الدفاعية. كرة عادت للرهيب الرياني، صافرة ومخالفة وخطأ بهذه اللحظات
لمصلحة نادي النهضة بهذه اللحظات. هل يعود نادي النهضة بعد هذه النتيجة بهدفين؟ 60 دقيقة مرت يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتقدم رياني بهدفين مقابل لا شيء. كرة لمصلحة نادي الريان، كرة من هناك على جهة اليمين، يغير اتجاه اللعب، حاول صناعة فرصة جديدة والتقدم فيها إلى الأمام. على جهة اليسار استلام وتقدم للأمام من دافيد غارسيا الإسباني الذي سبق وأن مثل نادي أوساسونا. كرة لمصلحة أحمد البخيت، أحمد البخيت على جهة اليسار يعود للخلف لحارس المرمى سامي بلدي. كرة لمصلحة الريان، لاحظ لاعبي نادي النهضة العماني يتقدمون بهذه اللحظات. هذه فرصة لمصلحة العراقي أمير علاء، الكرة داخل منطقة الجزاء لمصلحة النهضة العماني. هذه فرصة الهدف ممكن، ولكن التغطية الدفاعية حاضرة، اندفاعات الرهيب الرياني. كرة من جديد الأمام، استلام وتحضير ممتاز. أحمد علاء الدين عند الكرة يتقدم بهذه اللحظات. أحمد علاء الدين هنا تسديدة باليسار، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. أحمد علاء الدين بتسديدة يسارية مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب، عادت لمصلحة نادي النهضة. النهضة العماني كانت لديه فرصة أن يتعادل في هذه المباراة، ولكن الأمور لا تبدو كذلك. الشباب متقدم ب8 أهداف لغاية الآن، 8 أهداف. هذه النتيجة مع نتيجة هذا اللقاء يجعل نادي الشباب هو المتأهل لغاية الآن مع نادي الريان. كرة من جديد لمصلحة نادي الريان، تقدم للأمام أحمد البخيت. كرة عادت في وسط الميدان لمصلحة الرهيب، تحضير من الخلف. نادي الريان الآن خلاص هو حاسم التأهل، متصدر لهذه المجموعة، بينما نادي النهضة يبحث عن تقليص الفارق. هذه فرصة جول، جول تقليص الفارق يأتي بهذه اللحظات عن طريق الكاميروني بيريجيان، يقلص الفارق بهذه اللحظات لمصلحة النهضة العماني. سجل بيريجيان ثالث أهدافه في هذه البطولة، يسجل الآن هدف تقليص الفارق بمرور ممتاز، وضحى بأريحية بشباك نادي الريان. هذا الآن فرصة للعودة، تقليص الفارق، مرور مهاري ممتاز للكاميروني، ويقلص الفارق بهذه اللحظات لمصلحة النهضة، مصلحة القمصان البيضاء. هل يتمكن نادي النهضة من العودة وإدراك هدف التعادل؟ نشاهد ونتابع. الآن يغادر عجيان واشترك أمجد الحارثي اشترك بهذه اللحظات بتشكيلة نادي النهضة. كرة لمصلحة نادي الريان بهذه اللحظات، كرة أمامية، من هناك يحاول أيضا اشترك حارب السعدي مع أمجد الحارثي بتشكيلة نادي النهضة.
كرة من جديد، صافرة ومخالفة وخطأ في هذه اللحظات لمصلحة الرهيب. هل يتمكن نادي النهضة من العودة في هذه المباراة وإدراك هدف التعادل؟ الآن سيشترك بهذه اللحظات خالد علي والكسندر ميتروفيتش وأيضا عبد العزيز حاتم. ثلاث لاعبين بدفعة واحدة بتشكيلة نادي الريان. قيديس أيضا يغادر ويشترك عبد العزيز حاتم والكسندر ميتروفيتش وخالد علي. يغادر روجر قيديس بهذه اللحظات، وكذلك رودريغو مورينيو غادر، وكذلك غادر أيضا تياغو رافائيل. الآن صارت 4 تبديلات بتشكيلة نادي الريان القطري مقابل تغييرين بتشكيلة نادي النهضة والإبعاد. كرة من جديد عادت لمصلحة نادي النهضة للأمام. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، كرة أمامية لمصلحة نادي النهضة داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت الكرة الماضية من ألكسندر أو محمد الغافري تشكيلة نادي النهضة. هذه الكرة الماضية محمد الغافري أيضا اشترك بتشكيلة نادي النهضة العماني قبل قليل. ركنية الآن بهذه اللحظات لمصلحة نادي النهضة عن طريق أمجد الحارثي. أمجد الحارثي على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة النهضة العماني. هسه نشاهد عودة لهذا الفريق في الشوط الثاني، ولكن الإبعاد. كرة عادت من جديد، كرة لا زالت. نشاهد ونتابع من جديد. أمجد الحارثي ممكن يحاول الآن النهضة بهذه اللحظات بهذه الدقائق، ولكن كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لسامي بلدي ميتروفيتش الصربي، ومواسم من الإبداع مع الهلال السعودي. كرة من جديد لمصلحة نادي النهضة بهذه اللحظات. الإبعاد، كرة عادت للنهضة. هسه نشاهد عودة ونشاهد نهضة للنهضة في الشوط الثاني من هذه المباراة. نشاهد ونتابع ونحن من المنتظرين. 3 تغييرات بتشكيلة النهضة العماني: محمد الغافري وأمجد الحارثي وحارب السعدي. هل هي كافية لتغيير نتيجة اللقاء؟ كرة لمصلحة نادي الريان. كرة من خالد علي عادت لدافيد غارسيا في وسط الملعب لجاسم جابر مع حازم أحمد. كرة على جهة اليسار لأحمد علاء الدين، ولكن راية مرفوعة بوجود حالة تسلل. حالة تسلل بهذه اللحظات على أحمد علاء الدين. نادي الريان
الموسم الماضي بالمركز الخامس في الدوري القطري. بالنسبة لنادي الريان، الفريق الذي تأسس في نهاية الستينات القرن الماضي، بينما فرصة الآن محاولة لمصلحة نادي النهضة، فرصة جول ولكن وصلت لحارس المرمى. وصلت لحارس المرمى. النهضة يحتاج مستوى أكبر في الدقائق القادمة وفعالية هجومية أكبر لكي يسجل هدف التعادل، وأيضا يستثمر ضمان نادي الريان التأهل إلى الدور القادم. كرة لمصلحة نادي الريان، أحمد علاء الدين على جهة اليسار، دافيد غارسيا، أحمد علاء الدين، عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، فرصة جول. الله 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 يا الصربي، الله عليك يا ميتروفيتش، اشترك لكي يسجل، هو البديل الناجح، البديل الناجح بتشكيلة الريان، يسجل بهذه اللحظات ميتروفيتش الهدف الثالث. هو هكذا الرهيب، الرهيب رهيب في هذه المباراة، في هذا اللقاء، يسجل البديل الناجح ميتروفيتش، يسجل بهذه اللحظات هدف يأتي لمصلحة نادي الريان. يسجل الآن ميتروفيتش الهدف الثالث له في هذه البطولة، اشترك لكي يسجل، لكي يحسم نتيجة اللقاء، هو ميتروفيتش الصربي الدولي الصربي، والتألق مع نادي الهلال السعودي سابقا، وحتى مع منتخب صربيا في بطولة أوروبا. الآن يغادر بهذه اللحظات ويشترك أندريس جوي، محترف من ساحل الحاج، بينما يغادر كيمبامبا مالولا، يغادر المحترف الكونغولي، ويشترك أندريس جوي، محترف ساحل الحاج الذي سبق وأن احترف ولعب مع نادي نوروز العراقي. كرة من هناك لمصلحة نادي الريان، كرة عادت من جديد في وسط الملعب، أحمد علاء الدين في وسط الميدان عند الكرة، يحاول المرور، يجد الرقابة الدفاعية، ثلاثية لمصلحة نادي الريان، تضع الرهيب في قمة الصدارة، في صدارة هذه المجموعة، ولغاية الآن هو يقطع الطريق أمام نادي النهضة العماني الذي يريد العودة في هذا اللقاء، ويريد ولو التعادل اللي هو كافي لتأهل نادي النهضة. ولكن بالتأكيد الريان كان حاضر بقوة مع ميتروفيتش والأسماء المميزة جدا بتشكيلة الريان، بتشكيلة الرهيب داخل منطقة الجزاء، مرت على ميتروفيتش، ميتروفيتش يبحث عن هدف الرابع في هذه البطولة. أحمد علاء الدين بكرة عرضية مثالية، ولكن تأخر لميتروفيتش. كرة من جديد عادت لمصلحة نادي الريان للأمام، ميتروفيتش حاول يبحث من أمام الرقابة الدفاعية لنادي النهضة، كرة عادت في وسط الملعب. نادي الريان تحدث عن سبق وأن حقق الدوري القطري 8 مرات آخر موسم 2015-2016. بالنسبة لنادي الريان أيضا بطولة كأس الأمير، وأيضا بطولة ولي العهد. حدث أيضا عن مشاركات في دوري أبطال آسيا، 15 مشاركة
لنادي الريان في دوري أبطال آسيا، المركز الثالث عام 92 بعد الفوز على نادي الشباب الإماراتي. لكن هنا تبديل، عادل بدر يشترك بهذه اللحظات بتشكيلة نادي الريان القطري. عادل بدر قميص 14، ويغادر بهذه اللحظات جاسم جابر. جاسم جابر يغادر ويشترك عادل بدر. عادل بدر اللي سبق واللعبة للسينية، صافرة ومخالفة وخطأ لنادي الريان بهذه اللحظات لمصلحة خالد علي. 75 دقيقة، آخر ربع ساعة متبقية على نهاية هذا اللقاء. الآن تبديل آخر، دخول عاهد المشايخي وخروج محمد الحبس. كرة من جديد لمصلحة نادي الريان، كرة أمامية، محاولة للمرور ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس أيضا بالنسبة لنادي النهضة العماني اللي سبق وأن فاز أيضا في الدوري العماني. نادي النهضة الذي تأسس في عام 2003 نادي النهضة العماني، بينما نادي الريان الذي تأسس في عام 67. كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لمصلحة الرهيب، يا سلام، حركة مهارية ممتازة ولكن الإبعاد. كرة من جديد من هناك لمصلحة نادي النهضة، مرت على حمد الحبسي. عادت لدفاعاتها الريان، كرة من سامي بلدي، عادت حاول صناعة فرصة جديدة، كسب المزيد من الوقت، تقدم بثلاثية، نتيجة رائعة جدا لنادي الريان في هذه المباراة. أنتريس جوي، عادت لأحمد علاء نادي الريان، يلعب على المرتدات، قد يسجل نتيجة أكبر من الثلاثية في هذه المباراة في الدقائق القادمة بالاعتماد على المرتدات السريعة. نادي النهضة بطاقة صفراء بهذه اللحظات على لاعب نادي الريان، يتلقى البطاقة الصفراء. كرة من جديد، عميد محمد هو من حصل بطاقة صفراء، الدولي الفلسطيني، المنتخب الفلسطيني عميد محمد بالرقم 20 الذي يلعب مع نادي الريان. كرة على جهة اليسار، محاولة للمرور عن طريق محمد الغافري، لعب الكرة أمامية داخل منطقة الجزاء. الله عليك يا سامي بلدي، ولكن هناك راية مرفوعة بوجود حالة تسلل بهذه اللحظات. كرة مميزة رائعة جدا بعرضية ورأسية، ولكنها مرت إلى خارج، أو كان هناك موقف تسلل. نعم، موقف تسلل في الكرة الماضية على أمجد الحارثي. كرة من جديد، تحضير ممتاز، فرصة لمصلحة نادي النهضة داخل منطقة الجزاء،
هذه خطيرة تسديدة ولكنها مرت في الكرة الماضية. أيضا حالة تسلل أخرى على حمد الحبسي. شوف هذه الكرة الماضية، خط دفاعي ناجح جدا لنادي الريان في الكرة الماضية. البرتغالي أندريه غوميز، البرتغالي الآخر آرتور جورج. هذا حمد الحبسي اللي طبعا سبق واللعب لنادي السيبا العماني وكذلك نادي الساحل. آخر 10 دقائق متبقية على نهاية هذه المباراة. الريان بالثلاثية، بينما أيضا هناك الشباب متقدم بنتيجة كبيرة. بالتالي لغاية الآن المركز الثاني لمصلحة نادي الشباب. نتيجة كبيرة، الشباب 12 هدف في مرمى تضامن اليمني. نتيجة كبيرة جدا، 12 هدف للشباب في مرمى نادي تضامن اليمني. أيضا وضعية صعبة جدا للكرة اليمنية وما تعانيه من ظروف قاسية، ولكن بالنسبة لنادي تضامن اليمني قدم مستوى ونتائج رائعة جدا في المباريات السابقة. بالنسبة لنادي تضامن حضرموت، تضامن فاز على نادي الشباب السعودي بهدفين مقابل لا شيء، ولكن مباراة الإياب عكسية. نعم عكسية، ولكن الحديث عن هذه المباراة هنا الريان متقدم بثلاثية وخلاص لغاية الآن المركز الثاني لنادي الشباب. إذا بقى نادي الريان متقدم وفائز على نادي النهضة في هذه المباراة. الريان بهذا الفوز سيصل النقطة 12 ومتصدر لهذه المجموعة، انتظار المجموعة الثانية وهي المجموعة الأولى، مجموعة زاخو من البطاقة الصفراء. على البديل عادل بدر يحصل على البطاقة الصفراء بهذه اللحظات بعرقلة واضحة لحارب السعدي. كرة عادت لمصلحة نادي الريان. إن شاء الله مباريات يوم غد، العين الإماراتي بمواجهة القادسية الكويتي، وزاخو بمواجهة نادي سترا البحريني. طبعا زاخو متصدر ب10 نقاط، ويليه طبعا نادي العين الإماراتي ب9 نقاط، والقادسية ب7 نقاط ونقطتين لنادي سترا البحريني. هذه فرصة محاولة لمصلحة النادي العماني. كرة لحمد الحبسي، حاول المرور، مر بنجاح، حاول اللعب كرة عرضية وخطيرة بالراس، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. فرصة ضائعة لأمجد الحارثي في الكرة الماضية في الشباك الخارجية. لاعبي نادي النهضة يحاولون تقليص الفارق، يحاولون العودة، ولكن بالتأكيد نادي الريان النادي الكبير والأسماء الكبيرة والأسماء الرائعة متواجدة بتشكيلة نادي الريان. تحدث عن دافيد غارسيا، روجر جيديس، جابرييل بيريرا، رودريغو مورينيو، ميتروفيتش والأسماء الأخرى. فرصة أخرى لحمد الحبسي، ولكن مرت بسلام على مرمى نادي الريان.
محمد الحبسي في الكرة الماضية مر بنجاح، سدد كرة ولكن التصدي حاضر من سامي بلدي. التصدي حاضر. شوف محمد الحبسي اللي طبعا لديه هدف في هذه البطولة، أراد أن يسجل الهدف الثاني ولكن يجد حارس المرمى يقظا في الكرة الماضية. ميتروفيتش استلام ممتاز، يعود الكرة بالخلف من أحمد البخيت إلى خارج أرضية الملعب. آرتر جورج توجيهاته مستمرة، الفريق بوضع ممتاز في صدارة هذه المجموعة. نادي الريان المركز الرابع في الدوري القطري غاية الآن بعد مرور 15 جولة، وسيواجه نادي الأهلي يوم الأحد القادم بالجولة السادسة عشر. لديه 25 نقطة في دوري نجوم قطر، بينما نادي النهضة بالمركز السادس في الدوري العماني ب 22 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة لغاية الآن. نادي النهضة العماني أراد أن يحقق ويصل إلى المنصات التتويج في هذه البطولة، كما طبعا وصل نادي فلجة العماني، نادي فلجة العماني في عام 89، بينما نادي الريان يحمل ذكريات السد القطري والتتويج عام 91. كرة لمصلحة نادي النهضة، هذه كرة أمامية ولكن الإبعاد، كرة مرت من هناك، بالسلامة إن شاء الله لأمجد الحارثي وأيضا لدافيد غارسيا. إذا صافرة ومخالفة، وهناك بطاقة صفراء، بطاقة صفراء يبدو على لاعب نادي الريان. كثيرة هي البطاقات الصفراء في هذه المباراة، وحازم أحمد إذا يتلقى بطاقة صفراء بهذه اللحظات. كثيرة هي البطاقات الصفراء في هذه المباراة. لدينا رودريغو حصل على بطاقة صفراء، عميد محمد لديه بطاقة صفراء، حازم أحمد وكذلك عادل بدر. كذلك الحال بالنسبة لنادي النهضة العماني، لدينا عبد العزيز الشموسي حصل على البطاقة الصفراء. ثمانية 88 دقيقة والتقدم لمصلحة نادي الريان ب3 أهداف لهدف. نتيجة شبه محسومة لمصلحة نادي الريان في صدارة هذه المجموعة. شباب ونتيجة رائعة لغاية الآن، 12 هدف في مرمى نادي التضامن اليمني. عبد الرزاق حمد الله 6 أهداف لغاية الآن في هذه البطولة. كرة لمصلحة عاهد المشايخي، لمصلحة نادي النهضة بهذه اللحظات. عاهد هل يتعهد بعودة النهضة في الدقيقة الأخيرة؟ ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من هذه المباراة. رمية تماس لمصلحة نادي النهضة،
استلام ممتاز لعاهد المشيخي، لا زالت عرضية مرة ثانية وخطيرة بالراس. متابعة ممتازة في الكرة الماضية لمحمد الغافري، مرت إلى ركنية عاهد المشيخي. حكم المباراة الدولي العراقي زيد ثامر يحتسب 5 دقائق كوقت بدل ضايع على نهاية الشوط الثاني من هذه المباراة ونهاية هذا اللقاء. ركنية بهذه اللحظات لمصلحة نادي النهضة. هل يتمكن النهضة من العودة في 5 دقائق؟ كل شيء وارد في كرة القدم، و5 دقائق طويلة في عالم كرة القدم. أمجد الحارثي، كرة على جهة اليمين، كرة عادت من جديد، الصافرة موجودة، هناك حالة تسلل على لاعب نادي النهضة العماني. النهضة كان يلعب على خيار التعادل وكان بالإمكان تحقيق ذلك، ولكن بالتأكيد يعني خبرة لاعبي نادي الريان، المهارات الفردية، الأسماء الموجودة صعبت المهمة على نادي النهضة. وأيضا نادي الريان يلعب في ملعبه، على الرغم أنه طبعا مباراة الذهاب كانت هناك في عمان انتهت بهدف لهدف. من البرتغالي آرتر جورج صاحب 53 سنة سبق وان حقق لقب كوبا ليبرتادوريس مع بوتافوغو. كرة لمصلحة نادي الريان، هذا ميتروفيتش المحترف الصربي بتشكيلة نادي الريان. كرة لمصلحة الرهيب، لمصلحة نادي الريان. الريان والأسماء والذكريات الرائعة في دوري نجوم قطر مع باولو أتوري، سبستيان سوريا، ماغنو ألفيس والأسماء الأخرى بتشكيلة الريان سابقا. أسماء ممتازة لعبت لنادي الريان الرهيب الذي كان يقدم مستوى رائع جدا في دوري نجوم قطر، والمنافسة اللي كانت عالية في الدوري القطري مع الغرافة والسد. غرافة أيام يونس محمود وكليميرسون، الريان بتلك الأسماء مع ماغنو ألفيس، سبستيان سوريا. تلك المباريات الرائعة كانت في الدوري القطري، حتى الحضور الجماهيري كان عالي ومميز. لكن الريان الآن يريد العودة وأن يستعيد ذكريات السد القطري بالتتويج بلقب هذه البطولة مرة واحدة. كما ذكرت نادي السد في عام 91 يبحث نادي الريان أن يكون هو على منصات التتويج. أول نسخة من هذه البطولة كانت في عام 82 واللقب كان للعربي الكويتي، بينما آخر نسخة من هذه البطولة كانت للدهوك العراقي السنة الماضية 2025، وإن شاء الله تبقى عراقية مع نادي زاخو تنتظر مباراة إن شاء الله مع نادي سترة البحريني. الرشيدي والإبعاد، كرة في وسط الملعب، كرة من جديد لمصلحة نادي النهضة العماني على جهة اليمين. جد الحارثي خلاص
نستطيع أن نقول مبروك لجمهور الريان، هارد لك لجمهور النهضة. فرصة أخرى لمصلحة نادي الريان داخل منطقة الجزاء، ممكن للهدف الرابع. الكرة لا زالت، الفرصة مؤاتية لتسجيل الهدف الرابع لمصلحة الرهيب. كرة عادت من جديد، عادت في وسط الميدان لمصلحة نادي النهضة. هل بالإمكان تقليص الفارق في هذه اللحظات؟ ولكن إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، تأتي صافرة الدولي العراقي زيد ثامر معلنة عن نهاية هذا اللقاء بانتصار نادي الريان القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد على نادي النهضة العماني. مبروك لجمهور الريان، هارد لك لنادي النهضة العماني. أيها الأحبة تقبلوا تحياتي يوسف جميل، كنت معلقا واصفا على أحداث هذا اللقاء، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في أحداث قادمة. إلى اللقاء.